غير الشكل ديالها والشوفه فيها ما كتريحش. مشيت لجهه خفاء وبقيت كنحرك فيها باش تفيق. حلات خفاء عينيها وقالت لي فين حنا. قلت ليها بسم الله عليك مالتي خايفه. قالت لي وكيفاش ما نخافش وداك الوحش كان معنا وتابعنا. قلت ليها اش من وحش علاش كتهضري. قالت لي وحوش هما ماشي غير واحد، داك الوحش وداك الجني غبار وديك الافعى الحمراء وداك الكشاب الثقيل. قلت لها بسم الله عليك خفاء راك غير كنتي كتحلمي. صراحه انا بغيت غير نسكتها ونسيها في الموضوع. وقالت لي ولكن اشنو كنديروا حنا في هذه البحيره المظلمه. قلت لها غير كنا خارجين انا وياك في نزهه ودرنا حديثه وفقدت الوعي وهزيت كنتمشى بك حتى جابوني رجليا لهاد البحيره. داكشي علاش كتشوفيني يا خفاء ما قادرش نتحرك بسبب ديك الحديثه، وصلتك غير بالزز. قلت لي يا خفاء انا ما عاقل على والو، الحاجه الوحيده اللي عاقل عليها هي الوجه ديال داك الوحش اللي ما بغاش يتنسى ليا. ما عقلتش امتى خرجنا من الدار، ما عقلتش على والو. قلت لها صافي يا خفاء انت ما عاقل على والو، لحقاش درنا حديثه ويمكن تضربتي في راسك ونسيتي كلشي وبديتي كتهلوسي وحلمتي بكوابيس. قلت لي يا خفاء ولكن فين هي السياره باش درنا الحديثه وفين هو المتاع ديالنا. قلت لها خفاء صافي واش ما كتقاداش بركه من الاسئله. اما بالنسبه للجناح طارت بها يزن لديك العماره ودخلوا للدار ديالي. دخلت جناح ويزن ولقاو سنبل كله جروح وهاز في يديه الراس ديال ابو شعاع وهو كيزمزر بقوه زعما كيعبر على الفرحه ديالو حيت قدروا يتخلصوا من احد اصعب عفاريت قبيله مردوخ. وكنظر كان جالس في الارض ومسرح رجليه من العيا ديال المعركه. جناح بدات كتصفق عليهم وقالت لهم نجحتوا يا ابطال، قدرتوا تجيبوا الراس ديال ابو شعاع يا ابناء سمنين. ورد عليها كنظر وهو غضبان، فين هو داك البشري الحقير؟ اليوم غنسفك الدب ديالو، هو اللي دخلنا في هذه المعركه. واش جناح عند بالك قبيله مردوخ غتخلينا في راحتنا وحنا مجرد جيش مكون من 4 افراد؟ ياك ما يسحب ليك قبيله غيرمان غتوقف معاك ضد قبيله مردوخ؟ راك غالطه. قاطعت جناح كلامه وقالت ليه انا ضاربه حساب الكل شيء بلا ما تخاف. قبيله مردوخ ما غيكون عندهم حتى علم باللي حنا اللي تسببنا في القتل ديال ابو شعاع. هضرات يزين وقالت ولكن قبيله مردوخ غيقلبوا على عبد الله كما كتعرف يا جناح، ديك القبيله ما غيصعبش عليهم يلقاو عبد الله. ردات على جناح وقالت عبد الله خليته في ديك البحيره وراهم محاصرين هو وخفاء بالطاقه الزرقاء. هضرات يزين وقالت ولكن قبيلة مردوخ يقلبوا على عبد الله كيف ما كنت عارفة جناح ديك القبيلة ما يصعبش عليهم يلقاو. ردات على جناح وقالت عبد الله خليته في ديك البحيرة هو وخفاء وراهم محاصرين بالطاقة الزرقاء اللي ما غتخلي لا جن ولا شيطان تبان ليهم ديك البحيرة من الاساس. خفاء وعبد الله غيبقاو في ديك البحيرة حتى تهدى الامور وتنسى قبيلة مردوخ الامر ديال ابو شعاع. رد على كندر وقال لها يستحيل ينساو الامر ديال ابو شعاع بلا ما ياخذوا الثأر ديالو وينتقموا ليه. قالت لهم جناح صافي خليو هادشي لحسابي انا. رد على الاخ سنبل اكيد انت اللي غتفكي هذا الامر باش ما تخليش حبيبك البشري يتاذى. ردات عليه جناح وقالت ليه وياك تعاود هاد الهضره مره اخرى كنحضرك اسمعوني مزيان. غتهزوا الجثه ديال ابو شعاع وغتحولوها لرماد ولوحوا الرماد ديال الجثه ديالو في بئر مارس المعلوم اللي كندفنوا فيه الاثر. يلا تحركوا دابا وانت يا زين نظف في هذا المكان وما تخليش فيه ريحه المعركه او شي دليل فاضح ومن يتسالي ورجعوا بحالكم كاملين للقبيلات بني غيرومان وما بغي حتى شي خطا. اما انا فغنمشي نطلع لهادوك الانس اللي خليت في ديك البحيره ونلحق عليكم. ومن بعد ما جات جناح لديك البحيره طلعت علينا ومشات بلا ما نشوفوها. اما انا وخفاء بقينا ايام وحنا موضرين في ديك البحيره كنشربوا من الممالح ديالها وكناكلوا من اوراق الشجر وبعض من النباتات باش نسدوا الجوع اللي فينا. بقينا ايام وحنا كنقلبوا على المخرج بدون فائده. تحرقنا بالشمس والحاله ديالنا ولات لا يرثى لها ولينا بحال القراصنه انا وخفاء. ولكن اللي لاحظت في ديك البحيره اللي وسط الغابه انه ما كيتواجد حتى شي كائن حي من غيري انا وخفاء والاشجار.
ما كاين الحس ديال حتى شي حيوان، وحتى الحشرات ما كيتواجدوش في داك المكان. ولاحظت ايضا انه الاغلبيه ديال الوقت كيكون الليل ماشي النهار، يعني النهار كيكون قصير اكثر من اللي موالفين حنا، والليل كيكون طويل لدرجه انه كيحسب لي ما غاديش يطلع النهار. وشكيت بلي ديك البحيره يمكن ما كتواجدش في عالمنا من الاساس، وتقدر جناح تكون تنقلات بينا لشي بلاصه ما كيعرفها لا جن لا انس. المهم بقينا عدة ايام في ديك البحيره، وحتى شي طريق ما كتأدي للخروج منها. كنعياو ونقلبو ولكن بدون فائده. كنلقاو راسنا في نفس البلاصه، كاننا محصورين بشي حاجه خفيه. حتى لواحد الليله كنا ناعسين في داك العشب اللي داير بالبحيره انا وخفاء، حتى وليت كنسمع واحد الصوت حدايا بحال شي واحد كياكل شي حاجه مقرمشه. فقت ولقيت ياسين حدايا كتاكل في الاغصان ديال واحد الشجره. مشيت حداها بالزربه وقلت لها واخيرا تلاقيت بشي مخلوق في هاد البحيره، وقلت لها عافاك خرجينا من هنا. ردات عليا ياسين وقالت انا اصلا هذه هي المهمه على جيت. جناح هي اللي طلبات مني انني نجي نرجعكم للموطن ديالكم، حيت صافي تقادات الامور. قول لي يا عبد الله، مراتك خافا كيفاش فسرتي لها هادشي اللي وقع؟ قلت لها غير كوني هانيه يا زين، مراتي خليتها تقتنع بلي غير كانت كتحلم وداخله في دوامه ديال الكوابيس. ردات عليا ياسين وهي هازه راسها كتشوف في الاغصان ديال الشجره، وتكلمات بصوت خافت. الكذوب بعدا كتقنو مزيان. قلت لها يا زين راني سمعتك كتقلتي، ولكن معليش عندك الحق. اجي بعدا قولي لي فين هي جناح؟ تجاهلت السؤال ديالي وقالت لي انت فضولي بزاف هاد الادمي، سير هز مراسك وركبها فوق ظهري، خليني نديكم من هنا بالزربه، راني ما كنستحملش الادميين بزاف. قلت لها ولكن علاش؟ ردات عليا ياسين وقالت لي نتوما بني البصر فيما مشيتو كتسبوا في المشاكل وكتدخلوا ريوسكم في امور بعيده عليكم كل البعد. قلت لها ولكن علاش كتهضري معايا بصيغه الجمع؟ كيبان ليا من هضرتك بلي غتكوني تلاقيتي بشي انسي وتسبب لك في المشاكل، داكشي علاش داخله فيا طول وعرض دابا. ردات عليا ياسين حيت في واحد الزمان اخر تلاقيت بواحد من بني الانس بحالك، كان متهور بزاف، وبسبب دخلت قبيله العشرة المؤمنين في معركه دات عشيره الكتبان، تقتلات القبيله ديالنا كامله، انا وساملين الكل متبقى من العشرة المؤمنين، وخرجنا من داك المعركه احياء. هادشي كامل بسبب واحد الانسان متهور دخل العالم ديالنا ودار فيه روينه، وخرج منها هو سالم. وها هو الزمان كيتكرر وتلاقيت معاك باغي دير نفس الحاجه، باغي تدخلنا مره اخرى في حرب وتسبب لينا في المشاكل. قلت لها لا ماشي هكا، انا راني ما درت والو، كنت بغيت غير نقوم بالتحضير ديال الجناح وخرج ليا داك العفريت ابو شعاع. قولي لي دابا ملي ذكرت سميتو واش تخلصتو منه بعدا؟ ردات لي ياسين بطبيعه الحال تخلصنا منه، ولكن كنظن بلي الموت ديال ابو شعاع غيجلب لينا اللعنه وما عمرنا غنعيشو بسلام، وهادشي كامل بسبب بشري تافه بحالك. ترجب مراتك وطلع. قلت لها هو يكره خفاء نعسها خفيف، غادي غير نحط على يدي غادي تفيق وغنتفضح، كيفاش غنشرح ليها الموضوع ملي تشوفك؟ قالت لي ياسين واش يصحاب لك انا تافه بحالك؟ مراتك راني نومتها وما غاديش تفيق دابا، يلا تحرك. مشيت هزيت مراتي ولقيت ياسين تشكلات بالهيئه ديال التنين احمر، وبين ما كنا راكبين فوق ظهرها نعست وما حسيت بوالو. وفي لمح البصر لقيت راسي ناعس فوق سريري انا وخفاء. فقت بالي راسي في المرايه اللي كانت مقابله مع سريري، شفت راسي في حاله لا يرثى لها، حاله موسخه وشعر ولحيه كبيره، كنت مغوفل بزاف. درت وشفت في خفاء اللي كانت ناعسه حدايا، لقيتها بنفس الحاله. جاب لي راسي الضحك، بديت كنضحك بهستيريا بحال شي حمق، كنضحك وانا في وسط الهموم اللي دخلت فيها راسي. قلت مع راسي غير ضحك عبد الله، شحال هادي بينك وبين الضحك؟ توحشت ايامي، توحشت دوك الايام فاش كنت هاني ما عندي لا هم لا غم، توحشت داك عبد الله اللي ما كان كيعرف لا حب لا جن، توحشت صاحبي سليمان، توحشت دوك الايام فاش كنت كنتبع صلاتي وما كنقطعهاش، توحشت دوك الايام مع صاحبي سليمان فاش كنت داخل سوق راسي. اما دابا وليت داخل في سوق الانس وسوق الجن حتى هو، وانا مازال كنضحك على حالتي. فقط خفاء شافت فيا وشفت فيها وانفجرنا على راسنا بالضحك، ضحكنا على حالتنا اللي كانت عامره بالغيظ. قطعت الضحك ديالي خفاء وقالت لي كيفاش وصلنا لدارنا بهاد السرعه؟ هادشي مستحيل. قلت لها راه لقيت الطريق ودازت واحد الشاحنه وركبنا فيها، ولكن انتي كنتي ناعسه ما جايبه للدنيا اخبار. قالت لي خفاء هادشي مستحيل، انا نعسي خفيف، ما يمكنش يطرا هادشي كامل بلا ما نحس ولا نفيق. انت عبد الله كتكذب عليا، انا متاكده بلي هادشي اللي طرا معايا كامل ماشي احلام وهلاويس. انت راك دخلتيني في شي امور ولكن ما غنتهنى حتى نعرف الحقيقه كامله، كنوعدك بهادشي. قاطعت كلامها باش نسيها زعما، وقلت لها توحشت المصافي والماكله، ونضنا انا وياها كنتسابقوا للمطبخ، شربنا حتى روينا العطش ديالنا، حيت ما بقيناش حاملين داك الطعم ديال الممالح اللي كنا كنشربو في داك البحيره. المهم نقينا حالتنا وارتاحينا شويه، مشينا عند الاهل ديالي اللي توحشتهم، سولونا على الغياب ديالنا، قلنا لهم غير كنا مسافرين.
ومن بعد ما رجعنا للدار وصل الليل مشيت تكيت في بلاصتي وشفت خفاء ما كايناش. تعطلات بزاف، مشيت باش نشوف فين كاينه، لقيتها بغرفه اخرى ولقيتها هزه في يدي هذاك الكتاب ديال التحضير وساهيه بحال كتسترجع الاحداث اللي فاتوا. قلت لها خفاء اش كديري؟ ردات عليا وقالت ياك انا وعدتك باللي غنثبت لك بلي جميع الاحداث اللي عشناها حقيقيه وماشي حلم كيف ما وهمتيني انت، وهذا الكتاب هو الدليل. انا راني مازال عاقله لهداك النهار فاش قلتي لي نقرا في هذا الكتاب ربما نلقى فيه الطريقه باش نصرف داك الكيان. انا مازال عاقله على ديك الافعال الحمراء، وعاقله حتى على صاحبك احمد مني كان هنا وحضر داك الجن اللي سميتو غبار. انا ما مصدقاش هادشي، انا ما عمري في حياتي تخيلت بلي غنتلاقى مع سحرة بحالك، ولكن كلشي بسبب داك الساحر ديال احمد. هذاك احمد فاجر ماشي كاتب. قاطعت هضرت خفاء ووقفت عند الحده وقلت لها خفاء بارك متنعتي لي بساحر. بسبب هاد الكلمه ديال ساحر تخليت على اعز اصدقائي اللي هو سليمان. انا ماشي ساحر، وحتى الصديق ديالي احمد ما غنسمحش لك تقولي لي ساحر. انت راك خالطه فينا بزاف. لو كان كنتي في بلاصتي خفاء وعشتي داكشي اللي عشت ما عمرك تقدري تخرجي من فمك ديك الكلمه. ردات عليا خفاء وقالت عرفتي شنو غدير؟ انا غنعتك بساحر وفاجر ودجال وكاهن. وريني شنو غدير دابا. يلا غتخلي عليا كيف ما تخليتي على صاحبك سليمان؟ غير سير، انا ما يحسش لي الشرف نتعامل مع اللي بحالك. ومن بعد هاد العناد الطويل اللي طرا بيني وبين خفاء هزات فراسها وتحولات لغرفه اخرى، وبقيت انا في الغرفه ديالي كنتفكر داك الكلام اللي هاجمت عليا بيه خفاء. الصراحه اخر واحد كنت نتوقع منه يهاجمني بديك الطريقه هي مراتي خفاء، ولكن كنظن اي واحد في بلاصتها كان غيدير نفس ردة الفعل. من نهار بديت كنحط رجلي في هذا العالم المخفي وانا كنفقد اهم الحاجات في حياتي، اللي منهم الخدمه ديالي كاستاذ. خسرت التلاميذ ديالي توحشتهم، خسرت اعز صديق ليا اللي هو سليمان، حتى من صلاتي اللي كانت مصدر الاطمئنان والراحه على قلبي بديت كنتهاون عليها. وهي مراتي خفاء ما بقى لي والو نخسرها. واش انا اللي تخليت على كلشي ولا كلشي اللي تخلى عليا؟ هذا العالم اللي بديت كنتعمق فيه غيخليني في اخر المطاف عايش وحيد. هذا العالم اللي بديت كنجذب ليه غيخليني نتخلى على اعز الحاجات اللي كنمتلك في هاد الدنيا. وحتى من جناح لي الله بديت كنوقع في غرامه تخلات عليا وما عمرني غنشوفها مازال. وبينما انا ساد عليا في الغرفه ديالي وكنهضر بصوت خافت، فجاه بانت لي ديك الجنيه ديال الجناح من العدم كيف ما كدير ديما. هبطت من سريري بالزربه ووقفت حداها. قلت ليها ديما كتوقفي لي على غفله، شي نهار غنتصاب بسكته قلبيه. ردات عليا جناح وقالت معليش عبد الله دابا تولف هاد الامر عن قريب. انا جيت فقط حيت كتبان ليا وحيد، وحتى انا نيت كنحس ببعض الملل وفكرت انه من الممكن نقضوا بعض الوقت مع بعضنا. ودابا خلينا نتكلموا، واللي غنقول لك عليه اهد البشري. انت راك غلط بزاف عبد الله، ولو يتخلى عليك عالم الانس والجن اجمعين انا الوحيده اللي ما عمري غنتخلى عليك. ولو يتخلى عليك كلشي غنبقى ديما حداك ومعاك حتى الموت، وهي الوحيده اللي تقدر تفرق بيني وبينك. تكلمت وانا كنبكي من الفرح من بعد ما عطاتني جناح ولو شويه من بصيص الامل. مشيت حداها وعنقتها وقلت لها ولكن فين كنتي هاد المده اللي فاتت وتخليتي عليا؟ حتى هي دارت يديها من مورا ظهري وعنقاتني بيديها الباردين. لاول مره كنحس بعناق مليء بالحب الخالص. قالت لي انت اللي طردتيني وقلت لي نخليك تعيش هاني مع خفاء، ولكن هذا ماشي هو السبب الرئيسي اللي خلاني نبعد عليك. السبب هو انني ما استحملتش انني نشوفك معها. قلت لها واش كتغيري منها؟ في البلاصه طلقات مني جناح وهربات.